يعني ممكن مسألة العشر سنوات يعني إخفاء المعلومات عللها أردوغان لما كان راجع من جوهانسبيرغ باتجاه تركيا. قال إنه الأفضل الإعلام ما يتدخل مشان ما يثير التشويش، يعني ما يصير في تشويش. هناك تشكك كردي كبير، يعني مش بس الأتراك رافضين، وإذا في إحصائيات هبال سركيس ممكن، أو زميلي سركيس يحكي في مسألة كم عدد الناس الموافقين على عملية السلام من داخل تركيا. هناك رفض متبادل للفكرة. لكن هذا يقودنا إلى مسألة أنه في رأي أيضا كردي يقول لا يمكن لمعتقل أو سجين أنه يفصح عن رأيه في عملية السلام أو يكون المفاوض الأول، مع أنه أشهر تجربة للسلام لما كان مانديلا بجزيرة روبن معتقل، ووفد السلام راح لعنده، وفد خارجي ووفد داخلي أيضا من المؤتمر الوطني الأفريقي راح لعنده، ومن الحكومة، من الحكومة الجنوب أفريقية، من جماعة دوكليرك ومن جماعة مانديلا، راحوا ليشوفوا في كتير نقاط تشابه. وبالمحصلة استطاع مانديلا أن يكون المفاوض باسم المؤتمر الوطني الأفريقي كمان.